السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة الموضوع مش هيكون لوحدي زي كل مرة. النهاردة هيكون معايا ضيفة جميلة اسمها هاجر السيد. هاجر من الناس اللي بتشتغل مع المنظمات الحقوقية، بتشتغل مع المعنفات والمعنفين من الأطفال والنساء. هاجر أعرفها من فترة طويلة قوي. كنت قابلتها بالصدفة من سنين، من أعتقد 15 سنة مثلا. كانت بتشتغل وقتها في مكان وانا كنت لسه متخرجة جديد، وكنت بالنسبة لي هاجر الرول موديل كست بتشتغل وبتحب شغلها ومتقنة لشغلها، ولما بتتكلم عنه كنت بحس انه الله، انا نفسي انا كمان اشتغل واكون بحب شغلي بالطريقة دي. فهاجر هتكلمنا النهاردة عن حاجات كتير ليها علاقة بالستات والشغل مع المنظمات، كمان عن السنجل مام وازاي الست ممكن تعدي بتجربة زي دي، وازاي تخلق حواليها امان وناس داعمة علشان تعدي بيها المحنة اللي هي فيها دي، وان ازاي هي كهاجر تقدر دلوقتي تساعد السنجل مامز في انها تقدم لهم الدعم والمشورة اللي ممكن يكونوا محتاجينها. فيا رب تستمتعوا بالحلقة وتتبسطوا فيها، ويلا بينا. في البداية كده هاجر، عرفينا بنفسك. ماشي. هحاول ألم الموضوع. بالظبط. طيب أنا اسمي هاجر. أنا أم لطفلين ولدين. بحب أحط موضوع إن أنا أم في الأول. لما كبرت بقيت أحب أحط أم قبل الحاجات التانية طبعا. وأنا بشتغل في مجال المؤسسات التنموية والإغاثية الإنسانية. دوري بالتحديد جوه المؤسسات دي ان انا بساعد المؤسسه انها تحد من اي عنف ممكن يجي من جوه المؤسسه للفئات المستضعفه اللي بتخدمهم المؤسسه. اوكي. بلس انه بساعد الاشخاص اللي بيشتغلوا جوه المنظمات اللي هم لسه بادئين الكارير بتاعي في اوله. بعمل لهم منتورشيب واساعدهم ان هم يطوروا مهاراتهم، اللي حابب يكمل في نفس الحته دي. بحب اشتغل قوي في الاغاثه اكتر. بحب التنميه برضو، بحب الاغاثه. رحت غزه وجزء من شغلي كبير مع البلاد اللي فيها كونفليكتس وكده، فيها نزاعات يعني. مؤخرا في اخر 4 سنين بقيت سنجل مام، فدرست شويه حاجات لنفسي يعني. ودلوقتي باخد مشوره، ودرست مشوره قبل كده مع اماكن بره مصر، وبعمل جلسات دعم فرديه اكتر للسنجل مامز والبيزي مامز، واي هي شايفه نفسها شايله لوحدها المسؤوليه. بحاول اساعد انها تمشي كده على خارطه، يعني يبقى عندها الخريطه بتاعتها. اوكي، حلو. طيب ايه اللي خلاكي اصلا تختاري بقى الشغل بتاع المنظمات والمؤسسات والاغاثه والحاجات دي؟ ايه اللي دخلك بقى في السكه دي؟ بجد انا درست ساينس. اوكي. فحاجه ملهاش اي علاقه. لكن من وانا صغيره وانا حاسه ان انا محتاجه اعمل حاجه اساعد بيها الناس. اوكي. طبعا كنت فاهمه ان انا محتاجه اغير العالم ان هو يكون مكان اكثر سلاما وهدوءا، ويا سلام زي حالي الداخلي كان. اوكي. السلام كده. انا غير الكون. اخليه كل حاجه احسن. انا دلوقتي في حته احسن من ناحيه ان انا عارفه دوري احسن اكتر. بس اللي خلاني حابه ده ان انا عايزه اساعد الناس. دي اكتر حاجه بتحركني. اوكي. بشكل عام ان انا اساعد حد، او ان انا اقول معلومه لحد، او ان انا انقل معرفه لحد. دي حاجه مع السنين بقيت اكتشفها في نفسي. يعني ممكن ابقى عندي تريننج، انا بدي تريننجز، فممكن ابقى داخله بجد الصبح تعبانه جدا، مرهقه جدا، مودي مش احسن حاجه. بخرج من قاعه التدريب مبسوطه جدا وسعيده جدا لما بلاقي الناس فعلا بتتعلم حاجه. مجرد دي حاجه بتفولفل علم اللي قدامك او بتعلميه حاجه، ده بيرفلكت عليكي يعني. ايوه ده حقيقي. حاجه بتغسلني من جوه. تحفه. طيب ايه اللي انت شايفاه كهاجر كان تيرنينج بوينت في حياتك غير نظرتك عن الحياه عموما؟ اكيد في حاجات كتير، بس يعني حاجه اساسيه جت في دماغك دلوقتي. طبعا شغلي في الديفلوبمنت، لما اشتغلت في التنميه، لما اشتغلت مع اللاجئين، دي حاجه غيرت نظرتي للحياه تماما. شفت في البرنامج ده، اول برنامج اشتغلت فيه كان في 2013، شفت حته كبيره من الوجه القبيح للعالم يعني.
التيرنينج بوينت التانية كانت وفاة بابا طبعا. فقدت ابويا، هزتني جامد جدا وخلتني اكتر هشاشة، واكتر احتياجا لناس حواليا بطريقة مش صحية. اخر 2 تيرنينج بوينت كان ان انا بقيت سنجل مام. دي كانت برضو حاجة غير متوقعة، غير مرتبة. كانت مفاجأة غير سعيدة في حياتي، بس اتعاملت معاها برضو بطريقة أبهرتني أنا شخصيا. يعني ما كنتش شايفة في نفسي إن أنا عندي أصلا القدرة إن أنا أكمل أساسا لوحدي. وفقدت واحدة من أعز صحباتي السنة اللي فاتت، فدي كانت برضو turning point بالنسبة لي. وطبعا أكيد لما خدمت في غزة أكيد برضو كانت في آخر 4 سنين. يعني آخر 3 حاجات كبار حصلوا في حياتي كانوا في آخر 4 سنين، مش كتير قوي في الفترة القليلة دي. فبرضو زيارة غزة غيرتي في الحرب الأخيرة دي. رحت في 2024. أنا خدمت في الريسبونس ده السنة دي كلها 24. ونزلت في الويست غزة ورحت قعدت هناك فترة. دي كانت برضو من التجارب الفارقة في حياتي بحقيقي. يعني أكيد. ورتني حقيقة في الحياة وحاجات ما كنتش شايفاها، وعلت الريزيلينس بتاعي. يعني خلتني اكتر صلابة نفسية في مواجهة امور كتير كنت فاكراها قبل ما اروح غزة صعب، اللي هو بالمقارنة بقى ولا اي حاجه. بالظبط، مقارنه ان الناس حياتها بتتدمر وبتموت وفي ضرب. بالظبط. واصلا فكره ان الانسان يكون في مواجهه حقيقيه مع الموت دي مش صعبه جدا، مش حاجه يمكن الانسان يعني يتخيلها في دماغه. هي تتعاش او مش هتعرفها، مش هتعرفها، لان هي مواجهه الموت بتبقى تجربه. هي تجربه تتعاش او ما تتعاش، ويا مت يا عشت بالظبط، فاهمه. فده اللي حصل لي هناك، انا كنت في مواجهه يوميا مع الموت فعلا. فدي برضو حاجه غيرت نظرتي للحياه وخلتها اهون كده. صح، اي حاجه تهون بعد اللي شفتيه هناك اكيد. طيب بحكم بقى شغلك ونزولك على الارض مع الستات والتعامل معاهم، ليه لحد النهارده البنات بتشوف ان الجواز برغم الحاجات اللي بنسمعها والعنف اللي بيحصل او المشاكل اللي بتحصل وكم الطلاقات اللي بيحصل، لسه شايفين ان الجواز هو طوق النجاة بالنسبة لهم، وهو اللي هينقذني من حياتي او هو اللي هيخلي حياتي احسن؟ طيب بصي، هو انا برضو من تجربتي ومعتقداتي، الجواز الكويس هو حاجه حلوه قوي في الحياه بجد حقيقي، لان هو بينقل الانسان من ستيت اوف انه هو لوحده، لانه هو بيكون مع بارتنر صحي، شريك صحي ليه، حد بيفت معاه، بيرتاح جنبه. دي حاجات الانسان بيحتاجها بشكل اساسي في حياته زي الاكل والشرب يعني. لكن كمان على الناحيه التانية، الجواز الغير سعيد جحيم على الارض. هي مش مجرد تجربه وحشه، هي حاجه وحشه قوي. يعني حاجه بتخلي الانسان مش بيقدر يفانكشن كويس، مش بيقدر يعيش كويس، which is حاجه زي المرض انا محتاجه اعالجها او اتخلص منها. هعمل ايه؟ البنات اللي لسه ما دخلتش تجربه الجواز، هي ما عندهاش، هي في الاخر inputs outputs، يعني هي معطيات بتدخل لها، مدخلات. يعني المدخلات اللي جالها من المجتمع القريب والابعد، حتى الستات اللي متجوزه ومش سعيده بتقول انها سعيده. يعني كتير منهم بيتصنعوا السعاده. فالبنات اللي لسه ما دخلتش التجربه شايفه ناس حواليها ما الدنيا ماشيه اهي، ما هي عامله عيله وعندها اولاد وكده. بس الحقيقه انه البنات بتقع في الفخ ده لان هي برضو ما دخلتش في الميننج الحقيقي بتاع الجواز. هي في الاخر في لستة من الحاجات الاتشيفمنتس، واحده عايزه احقق، انا عايزه احقق انا كمان، مش معنى انا بلس الايدنتيتي، يعني الهويه بتاعه كل ست. البنات محتاجه تهتم بتشكيل هويتها الشخصيه، ان هي تكون هي نفسها جراوندد. يعني انا برضو اعتقد انا ما اتجوزتش صغيره قوي، بس برضو ما كنتش كبيره قوي. بس في الوقت ده انا ما كنتش برضو شكلت هويتي زي دلوقتي. اوكي فاكيد الاختيار مختلف تماما. فببقى عذره البنات الصغيرين، بس في نفس الوقت ببقى عايزه اقول لكل واحده فيهم يعني انجحي وعيشي وتبسطي لوحدك الاول، صح، عشان الشخص اللي لما يجي على حياتك
يبقوا انتوا الاثنين اضافه لبعض، ما يبقاش كل واحد فيكم متعلق في التاني كانه هو ده الملاذ اللي انا من غيره اتوه توهان. ممكن ما نبقاش اتوه توهان. انا بحس جزء كمان من المشكله دي هي الميديا برضو اللي هي بتصدر لك قصص الحب الوهميه 100% وتعيشك في جو اللي هو انا بقى لما هتجوز هبتدي الحياه بقى ومش عارفه 100%. وعشان كده حتى بقول للامهات بشكل عام وفي محيطي ما دونت اكسبوز الاطفال، ما تعرضوش الاطفال لرومانتك سينز وهم صغيرين. بيشكل هويه غلط في دماغهم انه الحياه عباره عن رومانتك. الحياه الرومانسيه دي الحياه فيها حاجات كتير قوي. جزء منها شريك الحياه اللي مش بنختاره عشان بنحبه بس. ده موضوع كبير بقى محتاجين. والحياه كمان مش بتبقى كلها باللحظات الرومانسيه دي. احنا دي في الاول شويه بالظبط. بعد كده في حياه ومسؤوليه وفي ضغوط وفي قصص بجد يعني. بالظبط. وطبعا البنات عندها اشكاليه كبيره جدا في انها تعرف مشاعرها، ان هي تعبر عن مشاعرها واصلا تقدر تعرف هي حاسه بايه. طب برضه ما حدش علمها ده. صح. فلو هي ما اتعلمتش ده من ماما ولا من محيط حواليها او من كورس اخدته هتاخده من ولسه ستيل البنات بيتقفل عليهم في طبعا. في المدن، مش هقول لك في القرى. لسه البنات بيتقفل عليهم ولسه بنقول اللي مخلفه بنات عليها مسؤوليه اكبر من مخلفه اولاد. لا يا جماعه، مخلفه اولاد وبقول لكم لا خالص. الولاد برضو بيتخاف عليهم زي البنات وكل حاجه. بس في نفس الوقت الانسان محتاج ياخد مساحته عشان يشكل هويته ويعرف ويبقى جراوندد، واقف على حته بتاعته على ارضه. صح. صالب طوله. بعدين يدخل على حياته بقى حياه جديده، شخص جديد لحياته. بالظبط. فاهمك. طيب ايه هي الريد فلاجز المخفيه، مش الضرب والاهانه الواضحه، اللي بتقول ان العلاقه دي مستقبلها هيكون فيه عنف او في علاقه مش صحيه داخلين عليها، بس احنا بنقول مثلا اصله دمه حامي، اصله هو بيغير، اصل كذا، بس هي دي ريد فلاجز حقيقيه؟ هو اصلا الراجل لو مش بيغير ده ريد فلاج. بالظبط. والست لو مش بتغير ده ريد فلاج. هي مش بتحبك، مش بتغير عليك. اوكي. فموضوع انه بيغير او بتغير دي حاجه طبيعيه، بس الغيره دي عامله ازاي؟ بالظبط. يعني انا هغير بس انا بحترمك، فلو هغير عليكي هفضل احترمك برضو. يعني فالريد فلاجز في الموضوع ده بتاع المخفيه دي يعني الله يكتب فيها كتب. بس مثلا ان الراجل يكون بياخد الامور او تصرفات البارتنر بتاعته بشكل شخصي. ياخدها على صدره كده. هو هي عملت حاجه ايا كان الحاجه، هي مش عاجباكني انا، يبقى كانها اهانت. هي في الاخر بني ادمه بتغلط عادي. فممكن تناقشها عادي ان هي غلطت وتتفقوا وتوصلوا لحل وسط. والله لو اتفقتوا وهي بقى راحت اخلت بالاتفاق، سيبها وانت بتحترمها برضو. صح. لكن فكره ان انت ان لما الست تحس ان الراجل بيعملها بسوبريوريتي، هنا ريد فلاج. ان هو حاسس انه احسن منها، لان هو مش احسن منها عشان هو راجل. دي حاجه احنا كستات بنتولد لاقي المجتمع بيقولها لنا ان الراجل احسن والولاد كمان بيطلعوا ان هم احسن عشان هو راجل. صح. في حين انه يعني وبجد من قلبي بقول لكل ست بتربي ولد، طلعيه راجل يفهم يعني ايه ان هو دوره يبروفايد، يقدم الحمايه والرعايه. صح. مش انه هنا عشان يصلح لان هو نفسه ناقص. هو نفسه ناقص، هو بني ادم زيه يعني. صح. عادي. فلما الست تحس او البنت تحس ان اللي قدامها بياخد تصرفاتها بشكل شخصي، لا هنا في مشكله، في حاجه امبلاسيت او مخفيه لكنها مش ما تعديش. ان هو يغير من نجاحها، فيبقى دايما شغلها عامل له مشكله. اوكي. شغلك اصل شغلك اصل شغلك. مع ان المشكله ما تبقاش الشغل، هي ممكن المشكله مثلا في الوقت. ممكن يقول لها انه الوقت تعالي نفكر ازاي وقتك. لكن ليه شغلك 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 شغلك؟ يبقى كده في في مشكله. لانه لو هو متسق وهو راجل مالي مركزه، هيبقى نجاح مراته البارتنر بتاعته من نجاحه. صح. تمام. وفي رجاله كتير من متسقه دي جميله اتسالوا هو انت بتتضايق ان يتقال عليك جوز فلانه؟ فرد قال
طب ما انا جوزها فعلا، ده المشكلة؟ منطقي. وبيقولوا عليها مراتي برضه، وهم الاثنين ناجحين ومنورين، فين صح. المشكله؟ ما فيش اي مشكله. صح. الريد فلاج الثالث الامبلاسيت، اعتقد الديفرنس في الباك جراوند اللي هم جايين منها، لا دي مشكله كبيرة. طبعا. موضوع بقى لاف وينز والحب ينتصر وده كلام فارغ، انا اعتقد يعني اعتقادي الشخصي، ممكن ابقى غلطانه. هو لو ما فيش حتى ارض مشتركه حتى ما بينهم، لابد ان يكون في ارض مشتركه ما بين العيلتين، صح. ما بين المجتمعين اللي صح. هم جايين منهم، لان الجواز بيجيب اولاد. أيوة. فالاولاد ما ينفعش يكبروا في مجتمعين مختلفين تماما كده. ممكن يبقى في اختلافات بس مش اختلافات الجذريه الجوهريه اللي تخلي الاسره بعد كده متمزعه. صح. ما بين ايجيبت ومصر مثلا. ايوه. فهنعمل ايه هنا؟ مهما قعدنا نقاوم ده لفتره هنيجي في حته الدنيا مش هتكمل. صح. طيب ليه الست ممكن تفضل في علاقه مؤذيه وتستحمل؟ برضو من وجهة نظري يعني ستيل عشان هي مش بتحب نفسها كفاية، مش قادرة تشوف نفسها بطريقة حقيقية، هي مش عارفة حقيقة نفسها. لأن موضوع إن حد يبقى في علاقة مؤذية ويستنى، ده معناه إنه مش شايف حاجة أحسن بره الحتة دي. أوكي، اللي هو أنا هكتفي باللي أنا عارفه وخلاص، أنا معرفش في إيه بره. ما أنا مستنية هنا، لأنه أنا معرفش في إيه بره وما عنديش أدوات أطلع بيها بره. اوكي. فلو احنا افترضنا العلاقه المؤذيه دي مركب وفي بحر، انا لا بعرف اعوم ولا معايا مثلا لايف جاكيت ولا معايا بوت من اللي بيتنفخوا دول عشان اركب عليه فامشي فاشوف اي حاجه بقى، ما انا اكيد هواجه صعوبات، لان في الاخر المركب انا قاعده في المركب خلاص انا تمام. يعني الدنيا ماشيه شويه ومش شويه، بس انا مهم. لازم عشان امشي من علاقه مؤذيه ابقى معايا ادوات ولو بسيطه اعرف انزل بيها الميه، فاشوف بقى هواجه الموج والاعاصير والضلمه بالليل والشمس الحارقه الصبح. بس معايا شويه ادوات، فلما فيش ادوات هي هتعمل ايه؟ فمحتاجه تهيئ نفسها اصلا، تبقى متمكنه من حياتها الاول عشان تقدر تاخد خطوه زي دي. عشان كده انا مش بنصح اي بنت ان هي تسيب شغلها عشان تتجوز، ما تعمليش كده، مش مضطره تعملي كده. دوري على شغل مناسب لحياتك الزوجيه بعد كده، لكن تفصلي الشبكه خالص وتقعدي في البيت وانتي مش عايزه ده. يعني انا اوكي مع ان الست لو انا اوريدي عايزه اقعد في البيت انا اللي عايزه، لكن هي لو ما تقعدي معاها بتلاقيها بتعمل كده عشان هي مش عايزه، بس هي بتعمل كده عشان هو طلب منها، عشان المجتمع، عشان في فلوس كتير قوي فانا هشتغل ليك. لا، هو دي برضو يور ايدنتيتي، هويتك انت، ما تخليش عنها. صح. طيب ايه هي كانت اصعب فتره في حياتك هاجر؟ اخر 4 سنين في حياتي كانوا صعبين جدا. يعني لما بقيتي سنجل مام، لانه قبل كده كان في مشاكل في الحياه عادي، بس يعني كل اسبوع اسبوعين شهر المشاكل العاديه. لكن لا، سنجل مام يعني كل يوم في تحدي، يعني كل يوم في مواضيع كتيره. اوكي، انت بقى كسنجل مام ايه الحاجات اللي محدش بيقول لنا عليها؟ يعني ايه الحاجات اللي محدش بيتكلم فيها كتحديات وصعوبات زي ما بتقولي؟ في تحديات كتيره قوي يا ايمان، يعني مش محدش بيتكلم فيها، محدش بيديها ويت، محدش بيدي اعتبار. اوكي. يعني مثلا ان السنجل مام دي بتنزل، وطبعا انا عارفه ان ده بيحصل مع الستات التانيين، بس انا بتكلم على سنجل مام كانت عايشه كست طبيعيه، كان في حد شايل جزء معاها فعلا، مش ملوش دور. ففكره انها بتقدم لها سبورت فجاه بيتسحب منها السبورت، هي ستيل ما عندهاش كل الادوات اللي بيها تدير الحياه، وهي فجاه بقت هي لوحدها المسؤوله عن كل حاجه. ايوه، يعني انا بقابل سنجل مامز ما عندهمش المشكله دي، عشان هي اصلا لما كانت متجوزه كانت شايله كل حاجه برضه. هو ما كانش ليه دور اصلا في الحياه. فالسنجل مامز بقى اللي هم كانوا عايشين حياه مستقره، وبعدين القدر شاء ان هي تبقى سنجل مام، وكانت بتتلقى كل السبورت عادي جدا. هي فين ادواتها اللي تعمل بيها الحاجات الجديده؟ ما هي دلوقتي هتعمل حاجات كان في راجل بيعملها مثلا. فما حدش بيتكلم عن اللحظات الصعبه اللي ممكن الست تكون بتمر بيها، مثلا لو بتنقل بيتها لوحدها، لو يا ستي لو بتصلح عربيتها، طيب لو هي بتشتري حاجات من السوبر ماركت،
لو هي شايله الحاجات وطالعه بيها، دي حاجات صعبه على فكره. ايوه الناس بتشوفها حاجات عادي، يعني كل الستات بتعمل كده، ما كل لا يا جماعه، هو مش الطبيعي ان الست تشتغل وتشيل وتحط وتقف مع الكهربائي ومش عارفه بتاع الالوميتايل جاي يصلح. دي مش حاجات بتاعت ستات. فانه الست بتروح تعمل الحاجات دي، ده بيبقى هي بتحاول تتاقلم مع وضعها. صح. بس هل هو ده الطبيعي؟ لا، مش الطبيعي. المجتمع بيحاول يصدر انه ما عادي. لا، هو مش عادي. فالسنجل مامز بيمروا بحاجات صعبه يوميه صغيره، غير تربيه بقى الولاد اصلا، غير مسؤوليه الولاد. مسؤوليه الولاد طبعا دي لوحدها في كوم، يعني يتفرد لها حلقات. انه اصلا ان الاطفال متعودين على وجود 2 اب وام، وفجاه في ام بس، والاب موجود برضه بس مش زي الاول. يعني ففي تساؤلات مهما كان اصلا الاب موجود، هو مش بيبات معاهم في نفس البيت. دي برضه حاجه صعبه، ان الست بقى بتبات لوحدها في البيت. اصلا واحده ممكن كانت بتخاف تبات في الاوضه لوحدها، لواحده بتبات في البيت لوحدها ومع اطفال. في حاجات كتير قوي، يعني في حاجات كتير قوي. اي لوجيستكس تخص الولاد هي بتعملها لوحدها. المجتمع، فما ادراكي بقى ما المجتمع مع السنجل مامز يعني. وبعدين المجتمع بيدي شكل معين للسنجل مامز. فلو انتي مش بتماتش الشكل ده، فانتي يعني السنجل مام او المجتمع بيقول لها ايه ده، انتي بقيتي سنجل، فانتي مثلا عيشي حياتك بقى مثلا. طب انا في عيال هنا مرميين جنبي، انا عايشه ازاي؟ انا عايشه من كلها. لا، لازم تبقي عملتي حاجات اكستريم بقى بعد الطلاق عشان الست بتحلو بعد الطلاق. بالظبط. فمثلا الافلام صدرت عن السنجل مام. يعني في مسلسلات اتكلمت عن السنجل مام بطريقه انها بقى بعد ما بقت سنجل رايحه تكتشف شغفها وتتعرف على حد جديد وتخرج وتعمل طب ما في سنجل مام كانت اوريدي لاقيه نفسها وكانت اوريدي مستقره وكل حاجه. فهي ايه المطلوب منها؟ فكمان الاكسبتنس لوجود السنجل مام في الكوميونتي. صح، انه هي سنجل مام فما ينفعش تبقى في وسط المجتمعات المتجوزين. فدي كلها تحديات كبيره كمان. صح. طيب لما الست بقى بتختار انها تكون سنجل مام وتختار انها خلاص هتكمل لوحدها حتى لو مضطره لده، ازاي تقدر تبني حواليها شبكه الامان اللي تساعدها بقى انها تعدي التحديات دي او تكمل في حياتها يعني، وتتعافى بقى نفسيا يعني من الخطوه دي؟ ايوه، دي الخطوه الاولى. انها تتعافى نفسيا. اوكي. والفتره الاولى هي محتاجه اصلا هدوء، مش محتاجه دوشه. يعني محتاجه ان انت تاخدي كده ستيب باك. اولا تفهمي مسؤوليتك عن اللي حصل. حتى لو كنتي مضطره ليه او اتفرض عليكي، انت في الاخر مسؤوله بدرجه ما عن اللي حصل، مش انت المسؤوله يعني بجد كل سنجل مام بلاش تلبسي دور الضحيه. مش هينفعك في شيء، هيضرك. صح. اتحملي مسؤوليتك عن اللي حصل، واتس توتالي اوكي، لان في الاخر ده قدر وخلاص قدر وتنفذ عليكي. وخدي نفس، ستيب باك بالراحه، اقفلي شويه كده واهدي واستوعبي اللي جرى. وبعدين وطبعا الثيرابي مهمه جدا 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 طبعا. جدا في المرحله دي. وانها تلاقي نفسها ترتب نفسها من جوه. وطبعا في ثيرابيست كتيره شاطرين بيساعدوا في الحكايه دي. شبكه الدعم بتتبني لما انا ببقى من جوه مترتبه. لاني لو انا مش مترتبه في نفسي وهاديه وخلاص انا بقى لميت اموري والدنيا هدت حواليا، شبكه الدعم هتتبني ازاي؟ هيبقى بقى كل اللي رايح واللي راجع بقى يعني تعالى ساعدها، تعالى وديهم، تعالى جيبهم، تعالى ساعدهم. لا، شبكه الدعم هتتبني لما انت تبقي من جوه هاديه كست، ولادك الدنيا مستقره، العلاقه مع الاب مستقره، خلي كل حاجه ساتل. دي اكيد بتاخد وقت، يعني ده مش بيحصل في يوم وليله اكيد. بالظبط. هي بقى فكره انه الام بتبقى عايزه بسرعه الحق الم من حياتي ونفسي واستقر. وخدي نفسك على مهلك جدا. يعني بجد بقول لكل ام بقعد معاها، امشي على سرعتك انت، مفيش دعوه باي ام تانية حواليكي عملت ايه. صح، كل واحد ليه ظروفه وليه حياته. صح، امشي على سرعتك. واتس اوكي ان يبقى في فتره الدنيا فيها مش احسن حاجه، عادي. اهدي واصبري وبالراحه، واحده واحده هتلاقي الدنيا بتتحل. لو حواليكي مشاكل اتس اوكي برضو،
فتره، حاولي تحليها طبيعي صح. وامشي على مهلك. الموضوع بياخد شهور ويمكن سنين، لانه في الاخر التعافي بيحتاج وقت عشان يحصل، لان في جزء في التعافي اسمه الم. طبعا انا متألمه دلوقتي فانا محتاجه اعيط مثلا، بس انا ما عنديش وقت عشان في تمرين، صح. عشان في اكل لازم تعمل للولاد، عشان في مدرسه، عشان في سبلايز، عشان في كذا. فكل ده بيأخر بيعطل. بس في النهايه التزام الام او الست تجاه نفسها هو ده الحاجه الوحيده اللي هتساعدها انها تتحسن. صح. التزامك تجاه نفسك، تجاه صحتك، تجاه ان انت تكوني احسن، تتمرني، تبقى وتقبل عندك بقى وانك خلاص تقبلي اللي حصل حصل. وتتحملي مسؤوليتك وتاخدي دورك في انه انا كنت مسؤوله عن ايه صح. في اللي حصل. صح. طيب الستات اللي اشتغلتي معاهم ايه اكتر جملة بتسمعيها بعد ما قرروا يمشوا؟ حاجة يعني كومن كده بين الناس بتحسي انها متكررة في العلاقات. الاذى طبعا. الاذى طبعا يعني او اولا في ستات كتيره دلوقتي سنجل مامز اتفرض عليهم ان هم يبقوا سنجل مامز، هم ما كانوش عايزين يبقوا سنجل مامز. اوكي. رجاله هو الراجل اللي عايز يمشي. ده كتير. والله ده بسبب ايه؟ عدم تحمل مثلا مسؤوليه ولا زهقان ولا اسباب كتيره، بس اهمها ايدنتيتي كرايسيس. هو مش عارف نفسه هو عايز ايه ومش عايز يعمل ثيرابي، فهتبوظ منه. الراجل مش بسهوله بيعترف ان هو عنده مشكله. بالظبط. فبالتالي اول حاجه يعملها ايه؟ انه ايه اكبر مشكله، ايه اكبر حد في حياتي واخد حيز من حياتي؟ هي الست دي، يلا نسيبها ونمشي. فده كتير قوي بيتحكى لي انه ما كانش في حاجه، ما كانش بيتكلم، ما كانش بيقول ان في حاجه، احنا كنا كويسين. اصلا صدمه الست في انها فجاه ان جوزها يقول لها انا ما كنتش مبسوط، وايل ان هو كان شكله مبسوط. اوكي. ده كمان بيخليها بيخلي الستات دول يحسوا ان حكمهم على الامر كان غلط. فالتعافي بتاعها بيبقى صعب قوي، فاصلا ثقتها في نفسها بتتهز اساسا. أيوة. انا بحس ان الرجاله عموما عندها مشكله في المواجهه، يعني سواء بقى متجوز، خاطب، لسه مرتبط، ما بيبقاش عنده يعني يقولك انا هزهقها عشان تحس ان خلاص هي تحس بقى وتمشي، لكن هو انه ياخد قرار يقول انا عايز امشي مش بسهوله الراجل بيواجه الحته دي. بصي في ستات كتير قالت لي الحكايه دي، ان هم ما بيواجهوش، مش عايز يتكلم، مش عايز يقول، وبينفصل عنها وهي موجوده معاه لحد ما هو يحس ان هو تمام فيمشي. اوكي. وهي بقى تواجه الحياه. والستات اللي هي خدت قرار الانفصال معظمهم بيكون بسبب الاهانه للاسف. يعني انه ما في يعني صعب قوي ان ست تعرف تكمل بعد الاهانه، مش بس. وطبعا الخيانه كتير بقى كتير. دي حاجه تانية. طب ازاي بقى واحده وهي لسه بنت بتختار اصلا انها تتجوز، على اي اساس تختار الحاجات اللي ما توصلهاش للمرحله دي؟ يعني نثق ازاي في اختياراتنا، او اقول ازاي انا اخترت صح؟ هل في حاجه ولا هي زي ما بيقولوا بطيخه كده تطلع قرعه تطلع حمراء؟ ده ترم بليغ قوي بصراحه. صح صاحبتي قعدت تقول لي كده، هو بس جاي من دي بطيخه. ماشي. بس هو الاساس ان البنت نفسها تكون هي نفسها جراوند، هي الاول نفسها. ان الاختيار بيجي غلط عشان انا مش عارفه انا بحب ايه وما بحبش ايه انا مش عارفه انا عايزه ايه. اوكي. فبالتالي اكيد هلطش، ما انا مش عارفه. او مع اول واحد هيجي يتكلم معايا كويس، او يجيب لي هديه، ولا هو ده مؤدب، ولا بيصلي، ولا ما في حاجات كتيره يعني كويسه في الناس برضه. وفي الاخر البني ادم، ما فيش بني ادم لا راجل ولا ست في المطلق كويس. اكيد كلنا فينا كده وفينا عيوب. بس انا محتاجه اعرف نفسي عشان اعرف هل انا اوكي مع عيوب الاخر. اوكي، ايه العيوب اللي ينفع اتقبلها وايه اللي لا. بالظبط كده. فانا وبعدين الاختيار لازم له وقت طبعا. برضو الناس ما بتاخدش وقتها في الاختيار، ولما بيتخطبوا بيبقوا مركزين في تجهيز البيت ومش عارفه ايه، مفيش حوار عميق. صح. فلو هقول لك اختاري حد تعرفي تدخلي معاه حوار عميق من غير ما يحس ان هو تريجرد من كلامك وفلسفاتك وعمقك وعياطك، وما يبقاش قاعد زهقان كده. يبقى اوكي تبقوا اصحاب، يعني يبقى في حوار داير بينا نعرف نتكلم مع بعض. ايوه بالظبط. لانه هو الجواز اصلا بتبقى الدنيا مسؤوليات كتير، فلما نقعد مع بعض نلاقي حاجه نقولها، مش بنبقى
بعد سنه ورا سنه خلاص الموضوع بيبقى صح. لوجيستكس، يعني احنا بنخلص المهمات المطلوبه مننا، ده شيء بائس جدا. ده حقيقي. طيب بعد شغلك مع المنظمات شايفه ان احنا في اتجاه وعي كويس ولا احنا لسه قدامنا كتير؟ طيب بصي، طبعا التنميه بقالها سنين كتير جدا من الحرب العالميه. المنظمات شغلها هو ماشي بالتوازي وبالتقاطع مع المجتمع. اوكي اللي بيطلع في المجتمع بيصب في المنظمات، والمنظمات بتحاول انها تظبط البرامج بتاعتها على حسب الحاجات اللي بتطلع في المجتمع. بكل الاشكال. الحاجات اللي بتعملها المنظمات التنمويه والاغاثيه والخيريه حتى هي طبعا مفيده للمجتمع واساسيه في المجتمع، لكن الجزء اللي هو بجد فيه تحدي كبير البرامج اللي لها علاقه بتغيير الوعي، لانها بتاخد سنين، انجاز التعبير سنين طويله. يعني مثلا ممكن تلاقي حد دلوقتي بيشتغل في التنميه هو كان مستفيد من احد برامج المنظمات، وانا اعرف ناس كده شخصيا هم دلوقتي بيشتغلوا في المنظمات وهم كانوا مستفيد من شاب من الشباب المبادرات. مثلا بنت كانت مثلا في فصل بيتعمل لها توعيه عن موضوع ما في من منظمه ما. فان انت تشوفي نماذج زي دي طالعه في المجتمع، هو لما اتقدم له الخدمه ساعدته ان هو يشتغل بعد كده في المجال ده، نجاح طبعا. مفيش حاجه تقدري تقيسيها اللي هي ماسيف كده كبيره كده ان احنا نغير العالم، لا بسيط. هو بجد اي شغل عامه والتنميه بالذات الشغل فيها محتاج صبر ومحتاج ايمان مني ان انا ليا دور. انا مش هينفع اشتغل في الشغلانه دي بالذات عشان هي شغلانه خالص. يعني انا دايما اقول لاي حد بادئ، لو عايز تعمل كارير وفلوس وكده من غير ما انت تبقى من جواك حاسس ان انت ليك دور هنا في مساعده الناس، هتتحرق بعد حبه. فلازم يبقى انت عندك المينينج بتاعك، يور اون مينينج، اللي هو المعنى الشخصي بتاعك، ان انت البيبي ستيب اللي انت هتعملها هتساعد بني ادم اخر ان هو ياخد بيبي ستيب برضه في حياته، هتغير حياته من الحته دي للحته دي. لكن فكره اغير العالم كله لا، مفيش حاجه كده. اثر الفروشه زي ما بيقولوا، حاجات بسيطه يعني، خطوات بسيطه. طيب كأم الولدين، ايه الحاجات اللي شايفه انك الامهات دلوقتي تزرعها في ولادها علشان بقى نعمل تغيير في مجتمع الرجاله اللي موجود حاليا؟ يعني طبعا لازم احنا نعترف، المجتمع محتاج يعترف اعتراف كبير طبعا ان الحاله اللي واصل عليها المجتمع والحاله اللي فيها الرجاله دلوقتي هي نتاج تربيه. طبعا نتاج تربيه شافت الولد احسن من البنت، نتاج تربيه شافت ان الولد يعمل اللي هو عاوزه، او انه دايما على حق، او يتدلع او ياخد فلوس اكتر، او كل الكلام ده كله. وفكره الولد اللي اتربى على ان يتعمل له، كل ده احنا بنعاني منه دلوقتي طبعا. فلو هقول حاجه لامهات الولاد، انت بتربي راجل هيساعد في تغيير المجتمع قدام. الحاله اللي احنا وصل لها دلوقتي، الحاله الحزينه وكميه الستات اللي شايله المسؤوليه لوحدها سواء متجوزه او مش متجوزه، شيء حزين جدا. الستات هم البالانس بتاع المجتمع وهم روح المجتمع، وفي كل المجتمعات على فكره. وانا لما رحت غزه شفت ده، الستات هم حياه المجتمع، هم اللي عاملين اصلا حياه في المجتمع. بس الست محتاجه رعايه. انت بتربي راجل هو فاهم ان دوره رعايه الست دي، صح، عشان هي تعرف تفلورش كست وتكبر وتزدهر في شغلها في بيتها كأم كزوجة. يعني صح. اي حاجة انت محتاج ترعاها وتفهم انه حتى بالفطرة ان هي مش هتبقى زيك، صح، وما ينفعش تقف لك ند ولا انت تجبرها ان هي تقف قصادك. انت لازم ان انت تحتوي. انت دورك بروفايد وتبروتكت، ان انت تدي ترعى وتدي وتحميها. صح. هي مستحيل هتقف قدامك لو انت بترعاها وبتحميها. هي بتقف قدامك لما تحس انها خايفه منك. ودي حاجات نقدر نزرعها في الاطفال وهم لسه صغيرين 100%. لانه كل راجل دلوقتي، انا اعتقادي ان كل راجل دلوقتي غير متزن غير متسق اذى او ايا كان، هو نتاج تربيه غلط، او انه كمان شاف مامته يعني مش في احسن حال.
صعب قوي ان الراجل يطلع يلاقي مامته مكسوره، مش كويسه، مش سعيده، يعرف يسعد ست تانية، مش هيقدر، صعب. اوكي. فانتي لو هتقدمي هديه لاولادك الصبيان، قدمي نموذج امومه حلو قوي. خليهم فخورين بيكي، مش فخورين بيكي ان انت ناجحه طول الوقت، لا، فخورين بيكي ان انت انسانه بتعرف تتعامل مع مشاعرها، معترفه باخطائها، لما بتغلط بتعتذر، بتحبهم بجد، بتعلمه دوره، بتديله مسؤوليه، بتثق فيه. حلو قوي. فخليه يشوفك ان انت سعيده. حلو قوي. هيعرف يسعد ست تانية. لكن ما ينفعش يسعد ست وهو دايما عنده في الخلفيه الالم بتاع انا مامتي كانت بتتهان، مامتي كانت حزينه، كانت. حتى لما تشيلي المسؤوليه، دايما اقول للام كده، قولي لاولادك انا شايله المسؤوليه عشان دي ظروفي انا بتاقلم معاها، لكن في الطبيعي في راجل المفروض بيرعاني، وانتوا لما تكبروا وتبقوا رجاله هتقوموا بالدور ده. بس انتوا لسه صغيرين، فانتوا هتساعدوني، بس لما تكبروا انتوا هتعملوا ده ليا لاختكم بنت، لو جات لكم اختكم بنت، لزوجتك بعدين، لبناتك. صح. طيب خليني اسالك كده في الختام، يعني امتى ست ممكن تلجأ لهاجر، وايه اللي انت ممكن تقدميه كدعم للست؟ طيب او مين الست اللي تلجأ لهاجر؟ ماشي، بصي انا في اخر سنه كنت بعمل جلسات مشوره لستات سنجل مامز، وبدات اوسع الدايره شويه للام المشغوله، والام اللي شايفه ان هي شايله لوحدها، زوجها مسافر او ايا كانت ظروفها، بيمروا بتحديات صعبه قوي. انا اللي بقدر اقدمه المشوره عامه هي مش علاج طبعا، هي مسانده. ف يعني انا محظوظه برضو بناس كانت بتقدم لي دعم في حياتي طبعا، وانا بطبيعتي بحب اسمع اللي قدامي وكده. واخر سنين بالحاجات اللي انا مريت بيها بقيت بحس انه طب تعالي ندردش، تعالي نتكلم. ساعات كتيرة للأسف برضو في سنجل مامز وستات عامة بيقاوموا فكرة الثيرابي، فممكن جلسات المشورة تساعد ان هي توصلها انها تاخد قرار انها تتعالج من حاجة، لانه هي بتبقى واقفة، هي ستك وفاهمة انه انا ستك عشان انا مش عارفه اربي الولاد كويس، عشان بنتي عنيده، عشان مش عارفه ابني عنيف، عشان كده. بس لما بنقعد في المشوره بندردش كده، هي بتبدا تفهم من نفسها. يعني انا كمشير بساعدها ان هي تسمع نفسها بصوت عالي، تطلع الافكار اللي جواها في مساحه امنه من غير حكم. فهي تبدا تشوف ان لا، ممكن المشكله مش عند ابني او بنتي، لا هي المشكله عندي انا. فانا محتاجه انا اتعالج صح عشان انا ابقى كويسه، واقدر اتعامل مع الحياه اليوميه. وانا فاكره كويس قوي اول مره قابلت الثيرابيست بتاعتي، قالت لي هاجر احنا مع بعض فتره، انت جايه ليه وعايزه توصلي فين؟ صح. وحقيقه انا ممتنه ليها جدا، لان بجد مشينا مع بعض رحله، وبعد ما كنت باخد سيشنز على طول وكل اسبوع وكده، لا بيبقى مده طويله اطول. أيوة وفكره انه بقى عندي المهارات، مثلا درست العلاج الجدلي السلوكي، ساعدني جدا، مهارات اليقظه، بقيت اكتب، بقيت بتمرن، بعمل حاجات كتير قوي، ادوات صح. فانا نفسي في طبعا، غير ان انا بحب جدا مجال التنميه والاغاثه والسيف جاردنج وكده، اني اساعد الامهات ان هم يقفوا على رجليهم صح. وقفي على رجلك، اسلوبي طولك، هتعرفي تواجهي الحياه، واي حاجه تجيلك منها هتبقي عارفه انت عايزه ايه مش عايزه ايه. هتكوني خلاص مش مهتمه بماذا يحدث في العالم، انت بتبقي عندك ان انا عايزه اهتم بنفسي وبالناس اللي انا مسؤوله عنهم. يعني نقدر نقول اي ست حاسه انها تايهه، مش عارفه توقف نفسها على رجليها، ممكن تلجأ لهاجر نتكلم، تبتدي بس تحطها كده على الطريق. بالظبط. حلو قوي. شكرا يا هاجر، وانا استمتعت جدا بالكلام معاكي. شكرا. ولو وصلتوا لحد هنا فبنشكركم ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو كله، واتمنى تكونوا استفدتوا. باي باي.